صباح الورد والياسمين يا حبايبي. عايزين نشرح حاجة النهاردة مهمة جدا 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 جدا. أخطر قطعة بتركب في الحمام هي البانيو. ما كانش راجل اللي بيركب بانيو ده راجل محترف، يعني يترتب عليه ماشي، يترتب عليه كوارث. واحد بيقول لي ما كان الدنيا شغالة كويس، ماشي الدنيا شغالة كويس، بعد سنين بقى اللي بيحصل مية بتخزن تخزن 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 لسوء التركيب وعدم ادراك اللقطه مع السيراميك والبانيو. يعني ما اسرعش راكب البانيو كده مع نفسي وامشي واسيب بتاع بلاط يجي برضه يهوبص ورا اخر ويعمل شغل مش مظبوط، وبناء عليه يحصل عدم توافق بين البانيو وحرف البلاطه. تمام؟ ليه بقى؟ ليه انا زعلان من بتاع البلاط؟ بتاع البلاط المفروض يعمل لي ركوب هنا، حتى لو السباك عمل البانيو ومشي بتاع البلاط برضه مشترك في الجريمه، عشان دي جريمه في حق العميل. ايه اللي حصل بقى؟ ترتب عليه غرفه باركيه كامله بألوفات مؤلفه هتشال، وبرضه مش هي مشكله ألوفات مؤلفه، المشكله في البيت كله هيتقلب. البيت كله هيتقلب وحاله العميل هتبقى كرب في البيت. ويترتب عليه لما يشيل غرفه الباركيه هيشيل بقى دولاب في الحيطه متثبت، يعني تخش في سكه ألوفات مؤلفه. ليه؟ علشان البي ده غلطان والبي ده غلطان. ليه بقى؟ قبل ما اركب البانيو ده بالذات، بص البانيو ده له ايه؟ له زي كده ايه؟ قبه لوحدها، حرف، له بروز، اي حاجه سميها زي ما انت عايز. البانيو ده قبل ما اركبه اكفيه على وشه يتملي من هنا كده الاسطوبه بتاعت الكرانيش او الكتان بتاع الكرانيش زي ما بتسميه حضرتك. تمام؟ اسطوبه كرانيش واسمنت ورمل، وعبي كل الكلام ده. بعد ما اعبيه، طب وعبيه ليه يا عم سامي؟ ايه المشكله لما اسيبه كده؟ بص يا حبيبي، لو حاجه حاده وقعت هنا لاي ظروف هتكسر البانيو. ليه؟ لان البانيو، وصلت المعلومه، فاضي. حلو كده؟ والبانيو هنا فاضي، بانيو هنا فاضي، بانيو هنا فاضي، بانيو هنا فاضي. في حد قال ما حدش يفتكس يقول البانيو بالصب رمله، يصب مونه، المفروض البانيو يصب رمله. طبعا ضد الكلام ده، مدرسه سامي ضد الكلام ده. ليه بقى؟ النهارده انا لما يكون عندي المنظر ده، وممكن يقول لك يا عميل لا انا عايز اكسر الحمام، مش عايز البانيو ده خلاص. البانيو يفترض ان يتكسر البانيو. ليه؟ لو ده مسبوب مونه، وقبل ما يصب مونه ركز معايا عشان تبقى راجل معلم كبير، معلم كبير، وما تاذيش الناس. العميل هنا اتاذى اذيه جامده جدا، فاحنا عايزين نلم الدور. نقوم نعمل ايه؟ نفتح كده. شايف السكينه داخله قد ايه؟ بص داخله قد ايه السكينه. بص المنظر السكينه داخله قد ايه. بص بالجنب عشان تشوف بالجنب، بالجنب هنا كده. ومر بقى على كل الجناب زي ما انت عايز. بنعمل ايه؟ بنحشي المكان ده سيليكون عظم. قلنا قبل كده بعمل سيليكون عظم مخفي. طبعا ده بيج، وده بيج فاتح، وده بيج غامق سنه بسيطه. يمشي معاه الجلاله، يمشي معاه الجلاله. تمام؟ عشان يلم الدور مع العميل. حلو كده؟ فتح كل الكلام ده ونطبق الرخام بتاعنا. لازم نطبق، خلي بالك فين علو، خلي بالك. يعني دي كده فيها علو هنا عند الرخامه، هتلاقيني واكل منها من تحت. بص المنظر، واكل منها من تحت عشان فيها الكيرف العالي ده بيخلي الرخامه دي تلق معاك كده وكده، تلق معاك يمين وشمال. فلازم تطبق الاول. بعد ما تطبق كده زي ما اتعلمت في مدرسه الاسطى عبده كريم راجل محترم، اطبق رخامي الاول. تمام؟ طبقت رخامي تمام خالص، تمام، فتحت كله تمام. اجي حاشي سيليكون عظم ومركب القطعه بتاعتي كده، مطبقه مع اختها كده. تمام؟ بالمنظر ده كده. طبق رخامك الاول وفتح كل الحيطان خالص. تمام؟ تعفر شويه مش مشكله، بس اهم اطبق رخامك كويس. ودي حاجه اسمها سيليكون مخفي. ادي سيليكون جوه، املى كل الجزئيه اللي وراها، اخليه سيليكون مخفي، بحيث ايه؟ يبان الشكل نضيف كده عندي، كاني حاجه تبع البانيو، كاني حاجه مع البانيو. معايا؟ بص كاني حاجه مع راجل معلم. طيب فوتنا في الكلام. البانيو ده ركبه ازاي؟ بعد ما املى الجزئيه دي مونه وهو مقلوب على وشه. تمام؟ واملى العالي ده كله مونه، من الناحيه دي كده كلها مونه. خلاص العالي كله اتملى مونه.
البانيو كله اصبح متساوي مونه، او الاسطوبه بتاعت الكرانيش او الاسطوبه بتاعت السباكه العاديه، ومنعمت خلاص تمام، اسمنت ورمل واديبوند. حلو. هيبقى عندي مفيش اي فراغ في البانيو خالص مخفي لفوق، لان المونه لما تصب هنا استحاله يطلع لك مونه فوق، مش هتطلع فوق المونه، هيفضل ده فاضي وانا عايز املاه عشان يبقى قوي صلب مسنود. حلو. بعد ما اركب البانيو بتاعي واخد لقطه بتاعتي على الحيطه بتاعه المبلط، اعمل توافق مع المبلط. تعالى يا اسطى مبلط، هتاخد الجناب ده قد ايه؟ يقول لي برجلي مثلا 2 سم ونص 3 سم. طيب انا عايزك تركب فوق البانيو سنتي بالظبط، تركب لي فوق حرف البانيو اهو كده، تركب بلاطك فوق حرف البانيو بسنتي بالظبط عشان تملى الفراغ اللي بين الحيطه والبانيو. ما يبقاش انت عامل العمله دي كده. تاني ركز معايا عشان تعلم معايا، مش هنوجع قلبي وانت جاري الفيديو، ما وجعش قلبي وانت جاري الفيديو يا حبيبي، الله يخليك. بص المنظر، مفيش ركوب خالص كده، اصبح مفيش ركوب خالص نهائي. انا عايز الركوب ده يبقى هنا كده سنتي، تركب لي فوق شفه البانيو سنتي، لانك هتملى مونه ورا. تمام، مش هتسيب. بص كده يعتبر انت مش مالي مونه خالص كده، انت كده يعتبر مش مالي مونه. انت لو مالي مونه ما اقدرش ادخل السكينه دي كده. بعد ما اركب البانيو بتاعي واعمل توافق مع بتاع السيراميك، حلو، واخد لقطه معاه يمين وشمال وفي الوش، اعمل ايه بقى؟ املى البانيو تاني يوم رمله مهزوزه ناعمه، عشان لما اجي اصب البانيو مونه الجنب ده ما يكررش معايا لجوه. يبقى انت الرمله دي جوه هنا، انت قاعد جوه البانيو وانت بتصب البانيو، الرمله دي سانده الجنب، سنداه، يقوم المونه دي ما تزقش الكرش لجوه، تعمل لك كرش في البانيو كده، تلاقي البانيو مكرش معاك لجوه من ناحيتين. طبعا تبوظ منظر البانيو، بتدمر لك منظر البانيو. كمان البانيو ما يقع فيه حاجه بعد كده صلبه، تقع فيه صلبه، يقوم المونه تسند الخبطه، يقوم البانيو ما يشرخش. لاصعب الظروف البانيو اتشرخ او اتكسر من تحت مثلا، مش هتحتاس في بانيو. ليه؟ لان البانيو وراه بانيو، البانيو اصبح وراه بانيو من اصطاب المونه اللبان اللي بيعملوها بتوع الرخام. ساعات ما يجوا يصبوا الترابيع، يصبوا الترابيع بتاعت المداخل، بتلاقي مقفز الترابيع بتاعته بجبس ووزنها، واخد لقطه، ويجيب كده جردل المونه يصب مونه. تمام، بتعمل انت زيه، بتصب اسمنت ورمل واديبوند ورا البانيو. لما تملاه كله على الاخر، اتملى على الاخر خلاص، يجي بتاع البلاط زي ما اكون متفق معاك، هيركب لي فوق شفه البانيو هنا كده سنتي. يبقى انت كده امنت البانيو بتاع العميل تمام من ورا وقدام، وصبيت الصرف بتاعك. حتى الصرف بتاعك في المستقبل لو اتاكل، الصرف لو اتاكل في المستقبل لاي ظروف، حد ضرب مفك عشان يسلك، واحد غشيم عمل حاجه، يبقى البانيو بتاعك متامن صرفه ومتامن جنابه ومتامن التطبيله دي. تمام. بس ده جانب سريع كده عشان خاطر بس نحل مشكله العميل بدون ما نعمل مشاكل كبيره، وطبعا يعوض عليه بقى في اللي حصل نار ابيض. واي سؤال انا ليكم، وما تجريش الفيديو لو سمحت. صلوا عليه كتير. الف الف سلامه.